يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين العظمة اللي قدامكم دي بقى؟ انا هزعل قوي 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 بعد ما تشوفوها لو حد راح اشترى الحمام وهو غالي قوي كده. اللي قدامكم ده والعظمة والحلاوة والقمر ده كله، ده مش حمام، ده سمان. السمان اللي ربنا مع بعض الدورة اللي فاتت، وعرضت لكم فيديوهات كتير من تربيته من وهو عمر يوم. شايفينه ما شاء الله شكله قمر وطعمه تحفة جدا. وانا الاول مرة ادوقه فعلا، لان انا خليته يعني ذبحته كده بعد 35 يوم، فكان ما شاء الله لحمه استوى وكان لون اللحم محمر وما كنتيش تفرقيه عن الحمام. فحرام ان انت تروحي تجيبي جوز حمام ب 150 ولا ب 200 جنيه على حسب حجمه، وانت تقدري تشتريه جوز سمان ب65 جنيه. تمام كده لو انت مش عايزة تربيه، ولو ربيتيه طبعا هيبقى اوفر بكتير. المهم، انا دلوقتي هبدأ معاكم ازاي انا بعمل السمان ويبقى كمان احلى من الحمام. انا عندي السمان بتاعي بعد ما دبحته غسلته ونضفته وخليته زي الفل. قبل ما ببتدي بقى في حشوة او اعمل الحشوة بتاعته، وبجيب بصلاية واحط عليها ملح وفلفل اسود والسبع بهارات وشوية بهارات فراخ، وبدعكهم كويس قوي كده. زي ما انتوا شايفين بنزل عصارة البصل واخلي الملح والفلفل الاسود كده يطعموا البصلة. وبعدين بمسك السمان بقى واحدة واحدة كده ادعكها من جوه ومن بره. دلوقتي انا كنت بحط في السبع بهارات، وزي ما قلت لكم بدعكه كويس. بس اوعي تنسي، انا طبعا اتلخمت من جمال السمان وحلاوته، ان انا اقولك اوعي تنسي لو عجبك الفيديو وعجبتك الوصفة تحطي لي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الاشعارات على الكل عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. دلوقتي زي ما انتوا شايفين بمسك بقى المرتة اللي انا عملتها دي، او البصل اللي انا دعكته بالملح والفلفل الاسود، بدعك في السمانة من جوه ومن بره. من جوه كده من قلبها، وطبعا انا مورقة السمانة زي الحمام، فاصلة الجلد بتاع الصدر عن اللحمة بتاعت الصدر، فاصلهم عن بعض. وزي ما انتوا شايفين بدخل بقى المرتة دي وبدعك بيها اللحم كده بره وجوه وما بين الوراك، بيبقى طعمه تحفة بجد. اوعي ما تجربوهوش بعد ما تشوف الفيديو ده، اوعي تقولي لا ده في فرق ما بينه وما بين الحمام. هو الفرق اللي ما بينه وما بين الحمام انه ما شاء الله صدره مليان عن الحمام ووركه اكبر من ورك الحمام. وهتاكلي سمان ان شاء الله هتدعيلي. بس اهم حاجة لما تروحي تشتريه اشتريه عمر 35 يوم، ده لو انتي مش هتربيه. وانا ان شاء الله هنزل لكم فيديوهات تانية لدورة سمان جديدة للي حابب يبدأ معايا دورة جديدة. بعد ما تبلت لحمة السمان كده بالمرتة اللي انتوا شفتوها، بسيبه بقى لغاية لما بعمل الحشوة بتاعة الرز اللي انا هحشي بيها. دلوقتي جبت شوية زيت عباد وحطيت عليهم مكعبين زبدة، والكبد والقوانص بتاعة السمان رحت نازلة بيها كده ومديها تحميرة وتشويحة حلوة. وبعد كده كنت عاملة بقى حوالي 3-4 بصلات على حسب عدد السمان اللي عندك وعلى حسب مقدار الرز اللي انتي هتعمليه. حطيت يجي 3-4 بصلات كده وشوحتهم كويس قوي مع الكبده بعد ما الكبده خدت لون. وهبتدي بقى اتبل ملح وفلفل اسود وعود قرفه والسبع بهارات وبرده بهارات فراخ، وهحط كمان مكعب مرق، وهلفهم كويس قوي كده على النار لحد ما البصل كده ياخد لون خفيف ويتطعم من الكبده ومن البهارات. وبعد كده هكون غاسله الرز وهنزل بالرز على البصل والكبد والقوانص دي. زي ما انتوا شايفين كده اللون تحفة والريحة كانت خطيرة خطيرة بجد. اعتمدي الحشوة دي سواء في حشوة حمام او سمان او فراخ مشوية، فراخ محشية، يعني ايا من كان الطير اللي انت هتحشيه اعمليه بالطريقة دي. ان شاء الله هتاكلي احلى حشوة. وفي تركة هنضيفها دلوقتي ان شاء الله برضو هتعجبكم وهتفرق جامد وهتودي الطعم في حتة تانية خالص. دلوقتي بقى بعد ما شوحت الرز كده واتغلف بالمادة الدهنية اللي انا حطاها وبقى مخرفش معايا كده في الصينية، هبتدي انزل بمجين. انا الكمية بتاعة الرز دي نزلت عليها مجين ونص مية مغلية علشان اخلي الرز يستوي نص سوا. ليه؟ لان الحمام ما بيستحملش سوا على النار كتير، فلو حطيت الرز وهو ني
هتلاقي الرز ني وانت جايه تاكليه. تمام، لان هو مدة تسويته اقل من السمان، مدة تسويته اقل من الحمام. دلوقتي بقى بعد ما حطيت المية المغلية وخليت الرز اتشرب كده واستوى نص سوا، وطفيت النار، حطيت اللي انتوا شفتوه ده كان نعناع ناشف، معلقتين كبار كده نعناع ناشف انا فركاهم، حطيتهم على الرز وقلبتهم، وكان جاهز معايا للحشوة. وانا بنضف السمان طبعا ما يمنعش انه في جلده ارق من جلد الحمام شويه، فساعات بيروح مقطوع معاكي وانت بتنضفيه. فجبت خيط وابره ونضاف، وكان في عندي سمنتين كل واحده فيهم قطع صغير كده، فانا حبيت ان انا اخيط القطع ده بحيث ان السمنايه تبقى ماليه مركزها كده وما تفتحش في الشوربه ولا الرز يخرج منها. فخيطتهم، ودلوقتي زي ما انتوا شايفين انا بحشي بقى بالحشوه كده اللي قدامكم. حشيت الرز من جوه، ولازم اسيب يعني مسافة كده في الرز وهو محشي من جوه، علشان لما الرز يكمل سوا ويزيد ما يخرجش من بره السمانة ولا يعجن معايا. فبسيب مسافة كويسة. ودلوقتي بحشي بقى ما بين جلد الصدر ولحمه زي ما انتوا شايفين كده، وبرده ما بحطش كمية كبيرة، وما تحطيش كبدة ما بين لحمة الصدر والجلد بتاعه علشان ما تروحش قطع الجلد. دلوقتي انا بوريكم بقى ان انا بعد ما بحشي جوه السمنية نفسها، باخد بقى قنصايه او كبداية وبسد بيها الفتحة اللي تحت دي، وكمان بحشي ما بين الوراك. شايفين الفراغ اللي ما بين الورك وما بين ما بين السمنية نفسها، انا برضو بحشي رز، وابتدي ادخل الرجل في الفتحات اللي تحت دي. وبرده زي ما انتوا شايفين دي واحدة كمان اهي بحشيها. اهم حاجة تريحي الرز اللي موجود بين جلد الصدر ولحمه، وما تكتريهوش، علشان انت عارفة ان الرز بيزيد وحجمه بيتضاعف لما بيستوي. اي نعم هو مستوي نص سوا، بس لسه هيكمل سواه على البوتاجاز. انا كده خلصت الكمية بتاعتي. بس في تركة دلوقتي لازم تعمليها مع السمان بالذات، انا ما بعملهاش في الحمام. ليه؟ لان زي ما قلتلك من شوية، لحمة الجلد بتاع الحمام بيكون محمل وبيستحمل عن السمان جلده ارق. فانا حفاظا على السمانه وعلى شكلها وعلشان الرز ما يفتحش معايا في قلب الشوربه، انا بجيب الاسترتش رول ده، بقطع زي ما انتوا شايفين كده قطعه كبيره اللي هي تلفلي السمانيه كويس علشان اغلفها بيها وتستوي وما تفتحش في الشوربه نهائي، تبقى حكمالي الجلد بتاعي ويحتفظ بالشكل بتاعه في الحشوه. زي ما انتوا شايفين بلفها رول كده، وهقفلها بقى زي البونبونايه من فوق ومن تحت. زي ما انتوا شايفين كده ببرم الاسترتش من فوق وهعقدها، ومن تحت برضو، بس اهم حاجة بخرج الهواء، وهقفلها كده من فوق ومن تحت زي البونبونايه بالظبط. كده هتحطي السمان في الشوربة وانت قلبك جامد، ومش خايفة ان اي سمانة تفتح معاكي ولا الرز بتاعها يخرج بره. بس في حاجة كمان هتعمليها قبل ما تسقطي السمان في الشوربة. زي ما احنا بنعمل في اي طيور احنا حاشيينها، لازم تنغزي سلسلة الظهر من ورا علشان الشوربة تدخل للرز من جوه وتبتدي تسوهولك. فانا كده بس انا بنغزها بقى بعد ما لفتها بالاسترتش، لان لو انا عملت النغزات دي فيها ولفتها بالاسترتش، اوريدي الاسترتش مش هيخلي اي ميه تدخل للسمانه ولا هتستوي كويس. فانا بنغزها بعد ما بلف الاسترتش. عندي هنا الشوربه حطيت فيها عود قرفه، وحطيت قرن فلفل وبصلايه، وتحطي طماطمايه والبهارات بتاعتك بقى، ورق لورا وكل البهارات بتاعت الشوربه. تمام. وهبتدي ان انا اسقط كده السمان بعد ما الميه غليت وهسيب النار عالية لحد ما اشوف له اول غلوة. اول ما المية تغلي كده هروح موطية النار هادية خالص، وهقفل عليه واسيبه ربع ساعة، 15 دقيقة على الساعة، وتروحي طافية عليه وفتحاه. انا بعد 15 دقيقة شلته وشلت الاسترتش من عليه، وكنت بصراحة انا بحبه متحمر بالقوطة كده في الزيت، بيبقى طعمه تحفة. بس ساعتها ما كانش عندي قوطة خالص، فسيحت معلقة سمنة بلدي ورحت دهناها كده بالفرشة ودخلته على الشواية على طول. والرز اللي كان متبقي من الحشوة كملت سواه، يعني زودته مية او شوربة اللي موجودة عندك، وسويته كملت سواه. حطيته ارضيه في السيرفيسات زي ما انتوا شايفين ورصيته، وانتي تشوفيه ابدا ما تقوليش عليه انه سمان. انتوا شايفين الشكل بيتحدث عن نفسه، والطعم والله كان تحفه جدا. انا نفسي كلكم تجربوه، ونفسي اللي كان بيحب الحمام، وطبعا الدنيا غليت ومفيش امكانيه دلوقتي ان هو يجيبه،
يستعيض عنه بالسمان. بس اهم حاجة بأكد عليكي، نقي السمانة الكبيرة اللي عمرها معدي 30 يوم عشان تستمتعي بأكله. وديكي شايفة ما شاء الله فلقة الورك بتاعه عاملة ازاي، والصدر، وما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني لو انت عايزة تعزمي حد في رمضان هتعزميه بقلب جامد وانت متشرفة وقاعدة كده حاطة رجل على رجل. جربيه وان شاء الله بإذن الله مش هتسيبيه بعد كده، لانه هيعجبك جدا. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو بمعلومة. هستنى رأيكم في الكومنتات علشان تقولوا لي ايه رأيكم، ولو حد مجرب السمان برضو يقول لي رأيه في الكومنتات. واوعوا تنسوا تحطوا لي لايك، لان السمان فعلا يستحق لايك. واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.